ميزانية البيت ب 2500 جنيه في الشهر لثلاث أفراد. عشان ميزانية الشهر أو الميزانية الشهرية تكون مظبوطة معاكي وتعرفي توفري من مصروف البيت، يبقى لازم تتبعي ثلاث خطوات وبنأكد عليهم كل مرة، عشان في ناس جديدة كل مرة بتتفرج علينا تبقى عارفة ايه الخطوات اللي احنا ماشيين عليها الأساسية بتاعتنا. ايه هي الخطوات؟ أول خطوة ان انت تطلعي صدقة إن شاء الله حتى لو جنيه واحد، عشان ربنا يبارك لك في ميزانية بيتك ويبارك لك كمان في البيت كله. تاني خطوة ودي أهم خطوة، تعملي منيو لنفسك، سواء منيو أسبوعي أو شهري، تمام، عشان تعرفي تمشي من خلال الميزانية بتاعتك صح. لو هتعملي منيو أسبوعي يبقى هتقسمي الميزانية بتاعتك لأربع أقسام، تمام، الأربع أسابيع، وكل أسبوع هتعرفي تجيبي إيه خلال الأسبوع حسب المنيو اللي أنت عاملاه لنفسك. يا إما بتعملي لنفسك منيو شهري وبرضه بتمشي عليه خلال الشهر. مش لازم تلتزمي بالمنيو بالظبط، يعني مثلا مش لازم تعملي 30 اكله تمشي عليهم بالترتيب، لا، ممكن ان انت ال 30 اكله انت خلاص حطيتيهم خلال الشهر، تمام، تمشي بقى في يعني تجيبي مثلا اكله من اخر المنيو على اكله من اول المنيو. المهم ان انت تمشي على المنيو صح، مش مهم ترتيب المنيو اللي انت عاملاه لنفسك. طيب، عشان المنيو برضو يطلع معاكي مظبوط والميزانيه تظبط معاكي، لازم تعملي جرد المحتويات البيت عندك. محتويات البيت من دولاب الخزين بتاعك للتلاجة للفريزر للمنظفات، عشان تعرفي ايه اللي ناقصك بالظبط. ميزانية مش اكل وشرب بس، لا، الميزانية بتبقى شاملة فطار وغدا وعشاء ومنظفات وفاكهة وعيش. كل حاجة انت بتشتريها خلال الشهر لازم تكوني عاملة حسابك عليها. تعالوا بقى نبدأ مع بعض، عشان احنا كده طولنا على بعض، ونشوف الميزانية بتاعتنا عبارة عن ايه. قبل اي حاجة لازم نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. تاني حاجة بقى، متنسوش لو انت لسه جديدة في القناة والقناة عجبتك متنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. اما لو بالفعل مشتركة في القناة متبخليش عليا باللايك الحلو بتاعك والتعليقات الجميلة بتديني طاقة إيجابية. وبرده لو لسه جديدة عرفيني ان انت لسه جديدة عندي في القناة عشان ده بيفرحني جدا. نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. لينا صديقة عزيزة جدا عليا في القناة طالبة مني ميزانية ب 2500 جنيه لثلاث أفراد. طيب، عشان نعمل الميزانية دي هي قالت لي يا سمر احنا ثلاث أفراد، عندي تموين وعندي رز. يبقى هي كده حددت لي ايه المتاح عندها وايه بعد كده اللي انا هبدأ احسبه على الميزانية. هعمل لك نفس التقسيمة اللي انا قسمتها لنفسي في الميزانية بتاعت 2500 جنيه في الشهر اللي انا ماشية عليها الشهر ده، بس مع اختلاف بسيط. انا حطيت لك هنا خزين شهري 1000 جنيه، تمام، هنجيب منه مكرونه 4 كيلو في 22 جنيه ب 88 جنيه. ده لو انت جايبه مكرونه حوا او ستار. طب سمر، لا، انا عايزه اجيب المكرونه بتاعتك اللي انت جايباها من 19 جنيه، يبقى هتوفري من هنا، تمام، في كل كيلو حوالي 3 جنيه، يعني هنقول هنوفر حوالي 12 جنيه. ده براحتك انت. انا حسبت ليه على المكرونه ديت؟ عشان في ناس بتقولي لا احنا الاسعار عندنا غاليه وما عندناش الاسعار ديت. ربع كيلو شاي في حدود ال 45 جنيه. عايزه تجيبي الشاي اللي انا جبته برده براحتك انت، بس الاول لازم جوزك يكون مقتنع بيه، فممكن تجيبي منه باكو صغير جدا وتجربيه. عجبك ابدأي استخدميه، ما عجبكيش لا يبقى ابدأي استخدمي الشاي اللي انت متعوده عليه انت وزوجك. عطاره في حدود 50 جنيه، تمام. هنشوف ايه اللي ناقص عندنا خلال الشهر. هنجيب بقوليات ب 122 جنيه. ليه بقوليات ب 122 جنيه؟ حضرتك قلتي ان جوزك ما بيحبش الاكل التقليدي، سوري، الاكل الجديد، وبيحب الاكل التقليدي. يعني ممكن مثلا نعمل مره كشري بعدس اصفر، كشري مصري، شويه بصاره، شويه مثلا لوبيا ورز، شويه فاصوليا ورز. غير كمان ان احنا هنجيب فول وندمسه عشان ينفعنا في الفطار والعشاء، وممكن كمان ندخله في وجبه غدا. هنجيب ايه بال 122 جنيه؟ هنجيب ربع كيلو عدس بجبه ب 10 جنيه، حمص لزوم الكشري. هنجيب نص كيلو عدس اصفر. هنجيب نص كيلو فول مدشوش. هنجيب كيلو فول تدميس. ربع كيلو فاصوليا. ربع كيلو لوبيا. لا، احنا ما بنحبش الحاجات دي، يبقى هتشوفي ايه بس الحاجات اللي انت حباها في البقوليات وهتجيبيها، وكده هتوفري فلوس من هنا هتتبقى معاكي هنا، هقولك تعملي بيهم ايه. منظفات هتطلع 135 جنيه. هتجيبي ايه؟ هنجيب كيس اريال ب 45 جنيه، هو ب 45 جنيه ونص بالظبط. وهنجيب كلور الوان، ازازه كلور الوان هي ب 25 يا ب 24، تمام. هنجيب تمن سلك ب 10 جنيه، انا عندي ب 8، انا حطيت لك هنا 10. هنجيب صابونتين وش ب 20 جنيه. هنجيب ازازتين صابون ب 20 جنيه، انا جايباهم ب 14، ممكن يكون عندك انت اغلى. هنجيب ازازه كلور ب 5 جنيه، انا عندي ب 3 جنيه، ممكن تكون انت برضو عندك اغلى. هنجيب ب 5 جنيه دول ب 5 جنيه معطر، كده ال 135 جنيه.
حاطط لك هنا سمنه او زيت للطبخ، انت عندك تموين. شوفي بقى انت بتطبخي بزيت ولا بتطبخي بسمنه، هتطلعها في حدود ال 100 جنيه. ولو حابه برده تطبخي بزبده الفرن يبقى برده ال 100 جنيه هتوفر معاكي او هتكفي معاكي. حاطط هنا كرتونه بيض واحده ب 100 جنيه. هنقسمها ازاي؟ هنقسمها على 4 اسابيع. اسبوع هيبقى سبع بيضات، واسبوع 8 بيضات، اسبوع 7 بيضات، واسبوع 8 ايه بيضات، يبقى الكرتونه كفت معايا. لا انا بستخدم بيض اكتر من كده، يبقى هنجيب كرتونه ثابته للشهر، ولما نعوز يبقى نجيب من المصروف الاسبوعي. ازازه خل ب 12 جنيه، بستخدم اكتر من ازازه خل يا سمر، يبقى هنجيب برده من ايه واحده اساسيه، والباقي يبقى نجيبه من المصروف الاسبوعي. دقيق 3 كيلو في 18 جنيه، هيطلع معايا 54 جنيه. الدقيق ما بنقدرش نستغنى عنه، هستخدمه في بشاميل، هستخدمه في سمك، في تنظيف فراخ، في معجنات تنفعني في فطار، في معجنات تنفعني في فطار، تنفعني في عشاء، تنفعني كحاجه حلوه. مش هيقول معايا لا، بالعكس هيوفر معايا. هنجيب خميره وبيكنج باودر في حدود ال 10 جنيه حسب المواصفات اللي انا عايزه اعملها خلال الشهر. شعريه او لبن. ليه حطيت هنا شعريه او لبن بودره؟ ليه هنا حطيت شعريه او لبن بودره؟ انا جايبه في التموين بتاعي كيس شعريه واحنا فاردين. ممكن تكون انت جايبه شعريه برده من التموين، يبقى انت وفرتي حقها، هتجيبي ب 20 جنيه لبن بودره. لا انا ما جبتش من التموين شعريه، يبقى هجيب هنا ب 20 جنيه شعريه، واللبن البودره ممكن يجيبه من الفلوس الباقيه معايا هنا. 2 كيلو بصل ب 30 جنيه، وانا حاطط لك البصل هنا في الخزين بتاع الشهر عشان تجيبيه وتخلصي منه. عوزتي عليه يبقى نجيب من المصروف الاسبوعي نص مثلا في كيلو، حسب ما احنا هنحتاج بعد كده. حاطط لك هنا توم في حدود ال 40 جنيه لو انت ما عندكيش توم ومحتاجه توم. انا التوم مش عارفه سعره كام لان لسه عندي توم يا بنات، فانا كنت جايباه لما كان ب 20 جنيه، فمش عارفه لسه سعره كام، فحطيت لك هنا 40 جنيه. ممكن تجيبي على قدهم، ولو احتاجت تاني تجيبي من المصروف الاسبوعي. صرفنا كام؟ صرفنا 806. باقي معايا كام من ال 1000 جنيه؟ باقي معايا 194 جنيه. احتجتهم زودت شويه حاجات تمام، ما احتجتهمش هينفعوا معايا في حاجه تانية هقولك عليها دلوقتي. هنحط كمان مصروف اسبوعي، يا 250 يا 375. ازاي؟ لو انا هنا حطيت هنا 1000 جنيه للمصروف الاسبوعي وقسمته على 4 يبقى كل اسبوع 250 جنيه. ولو انا هنا حطيت ال1000 ونص الباقيين وقسمتهم على 4 هيطلعوا معايا 375 جنيه. هنجيب ايه في خلال الاسبوع؟ هنجيب هنا ب 50 جنيه خضار، ب 20 جنيه فاكهه، فطار وعيش. تمام، لازم نحسب على العيش، انت عندك بطاقه تموين. هنجيب في حدود كام؟ 50 جنيه. طب احنا جبنا هنا فول دمسناه، وعندي كمان فول مدشوش ممكن اعمل منه فلافل، يبقى ممكن اجيب من هنا، وعندي بيض ممكن اجيب هنا جبنه. والعيش ازود مربى، ازود حلاوه، ازود اي حاجه تانية انا ناقصاها، لبن. فبرضو ال 50 جنيه ديت للفطار والعيش خلال الاسبوع. هيتوفر معايا كام؟ هيتوفر معايا لو انا هنا صارفه 250 جنيه، 130 جنيه لحوم. تقدري ال 130 جنيه اللحوم دول تقدري ان انت تجيبي مثلا مره كيلو وراك، مره كيلو سمك، او تجيبي سمك مثلا عددكم لو الوراك مثلا ب 75 جنيه هنجيب كيلو وراك ونقسمهم. طيب والباقي هنجيب بسمك، يبقى انا عملت اكلتين. او نجيب مثلا لحمه مفرومه وممكن نطبخ برضو عليها. تمام. لو انت ما بتحبيش المكرونه بشاميل، ونجيب مثلا برضو سمك. ممكن نجيب ايه تاني يا ربي؟ ممكن نجيب اجنحه. تمام، ونجيب وراك. ممكن اجيب نص كيلو لحمه مكعبات. فبراحتك خالص، حته اللحوم دي انت اللي بتصنفيها حسب المنيو اللي انت بتحطيه. طيب لو انا صارفه 375 جنيه في الاسبوع، يبقى اللحوم مش هتبقى 130، لا هتبقى 255 جنيه. فهيديكي براح اكتر ان انت تكتري في كميه اللحوم. طيب دي كده فكره. طب لو انا هنا صرفت 250 جنيه في الاسبوع، يعني 1000 جنيه خلال الشهر على مدار ال4 اسابيع، غير ال 1000 جنيه الخزين، هيتوفر معايا 500 جنيه. لو انا لو انت حضرتك مثلا زوجك مش بيساعدك في تجهيزات العيد زي اللحمه والحاجات دي، وكل ده من قلب الميزانيه بتاعتك، يبقى ال 500 جنيه دي هنخليها لتجهيزات العيد. اللي هي ايه؟ هجيب كيلو لحمه مكعبات ب 280 جنيه. في لحمه دلوقتي بيقولوا ارخص في منافذ البيع، في بيقول لك ب 100 و 240، وفي بيقول لك ب 200. فدوري او شوفي ايه المتاح عندك. انا حاطط لك هنا اعلى سعر في المنافذ اللي هو وزاره الزراعه، وهتشوفيه معايا في المشتريات، الكيس بتاع وزاره الزراعه والعنوان بتاعه بالظبط. نص كيلو المفروم ب 120 جنيه. عايزه تجيبيها مستورده هتبقى مثلا في حدود ال 100 جنيه، براحتك برضو خالص. او مثلا هتكون في حدود ال 80 جنيه، سمعت ان هي ب 160 برضو، فبرضو براحتك. انا حطيت لك هنا سعر معقول، ممكن تلاقي اقل منه. نص كيلو كبده ب 120 جنيه، لا انا هجيب كبده مستورده، يبقى ممكن نجيب منه كيلو ب 100 جنيه.
تمام كده مستورده، ونشيل ال 20 جنيه ديت على جنب تنفعنا في حاجه تانية. نص كيلو صدق ب 120 جنيه ده بلدي، لا انا هجيبه مستورد ب 100 جنيه، يبقى برضو وفرت. هجيب كيلو بقى كمان نص كيلو، يعني معلش. هنا اللحمه دي انا حاططها لك على البلدي بتاعه وزاره الزراعه او جمعيه التعاونيه بتاعه وزاره الزراعه. في ارخص من كده، في ارخص من كده اللي هو المستورد، تمام، وفي بتاعه منافذ امان بلدي وارخص من كده او سوداني. فانت بقى تقدري توفري من هنا زي ما انت عايزه. انا حسبت لك على اعلى سعر في المنافذ، وانت توفري بقى حسب ما انت عايزه او تجيبي بنفس الاسعار. يعني هنا لو انا جبت مثلا اللحمه ب 200 جنيه هكون وفرت 80 جنيه. لو جبت كيلو نص كيلو مفروم ب 100 جنيه يبقى انا وفرت هنا 20 جنيه. ولو جبت هنا نص كيلو كبده بقى مكان النص كيلو تكون مستورده ب 100 جنيه وفرت 20 جنيه. ولو جبت كيلو صدق ب 100 جنيه بدل 120 جنيه مستورد يبقى وفرت 20 جنيه. ادي 20 و20 40، ادي 60 و80 140 جنيه، ممكن اجيب عليهم نص مكعبات تاني. فانت اللي بتقدري انت حابه ايه وحابه تستخدمي ايه في بيتك، تمام. في ناس ممكن تجيب كميه قليله بس تقول لك لا انا عايزه اجيب حاجه ايه، مثلا بلدي. في ناس لا تقول لك انا عايزه اكتر واجيب المستورد. لا ده عيب ولا ده عيب. انا كنت في وقت من الاوقات بستخدم المستورد، بس انا مش لاقيه قدام مني منافذ بيع تبيع لي المستورد نضيف، حاجه تكون مضمونه. كل اللي حواليا جربتهم طعمهم مش حلو، فعشان كده استبعدتهم، بقيت اجيب ده. لكن انا لما هلاقي حاجه مستورده نضيفه هستخدمها عشان اعرف اوفر لبيتي. كل ده بدل ما اجيب كيلو واحد اجيب كيلو ونص او اجيب 2 كيلو. فاهمه قصدي ايه؟ طيب هنا لو انا جبت التجهيزات دي هتكون عامله 640. طب انا شايله لها 500 جنيه، يبقى فاضل 140 جنيه. ممكن ال 140 جنيه دي ناخدهم من ال 194 جنيه اللي احنا وفرناهم من خزين الشهر لو احنا بالفعل وفرناهم، تمام. ده من وفر خزين الشهر. طيب سمر، انا استغنيت عن اللحوم ديت اللي هي ال 130 جنيه دي، ولا انا هجيب 50 جنيه بس، او هجيب مثلا 50 جنيه بس وهشيل 80 جنيه من بند اللحوم ده واوفره عشان عايزه اجيب حاجات تانية او عايزه اجيب لحوم تانية بنفس الاسعار دي. اعمل ايه؟ لو انت هنا استخدمتي 50 جنيه بس ممكن تجيبي مره سمك، مره مفروم، مره مثلا اجنحه، مره إيه تاني يا ربي، ممكن نجيب مره مثلا صدوق، تمام، ونجيبه مستورد، نشتغل بالمستورد. طيب لو احنا وفرناهم 80 جنيه من كل اسبوع هيتوفر معايا كام؟ 320 جنيه. ال 320 جنيه دول لو انا حسبتهم هجيب بيهم ايه؟ هجيب ربع نص كيلو مكعبات. هجيب نص كيلو مكعبات ب 140 جنيه، وهجيب نص كيلو بومبار او عزبان ب 60 جنيه، الكيلو ب 120 جنيه انا جايباه. هنجيب هنا نص كيلو لحمه راس ب 80 جنيه، لحمه الراس ب 160 جنيه. طيب سمر احنا قلنا هنمشي بالمستورد، يبقى انت هنا وفرتي 40 جنيه، تمام. هتحطي ال 40 جنيه دول على 20 جنيه دول تجيبي كيلو الا ربع لحمه، لحمه راس لو انتوا بتحبوها. ما بنحبش لحمه الراس، يبقى هنحط ال 80 جنيه على 140 جنيه، وهجيب كيلو لحمه مكعبات تانية، مش هجيب نص ونص. فهمتي قصدي ايه؟ دي كده الفكره بتاعت الميزانيه بتاعت النهارده. يا رب تكون عجبتك، يا رب تكون التقسيمه حلوه بالنسبه لك. انا حبيت ان تكون الميزانيه تكون شامله كل حاجه، وادخلك فيها تجهيزات العيد بما ان احنا داخلين على عيد الاضحى. كل سنه وحضراتكم طيبين. فلو انت اللحوم دي كلها مش عليكي فانت معاكي وفر، تمام، حلو جدا. انا حسبت كل ده على اساس ان انا مستخدمه 250 جنيه في الاسبوع مش 375 جنيه. فانت لو ما عندكيش تجهيزات العيد فانت عندك براح 375 جنيه في الاسبوع، تقدري تزودي اللحوم اللي انت عايزاها، الفاكهه، الخضار، الفطار، يعني هتبقى ماشيه والاسبوع بتاعك مرتاح. كل ده ليه؟ لانك انت عندك رز فوفرتي حق الرز، لان الرز غالي اغلى من المكرونه، وعندك تموين فانت عندك سكر وعندك زيت للقلي. كده خلصت معاكم الميزانيه بتاعتي النهارده. يا رب تكون افادتكم، ويا رب تكون عجبت صاحبتها، واتمنى ان انا اشوف تعليقها وتكون ردها على الميزانيه عامل ازاي. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، في ميزانيه جديده او اشتراك جديد حسب الظروف. اشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.